والله ولا توقعتها. شكو صار؟ بسبب ريحة الأبط وعركة بين مينا العبيدي اللي مثلت مسلسل بنات صالح ومارينا العبيدي اللي مثلت مسلسل قط أحمر ولخة. بدت العركة بينهن ذن الاثنين. مارينا العبيدي على أساس منتقدة مينا، قال إنه ما تعرف تمثل مسلسل بنات صالح. فمن طلع برنامج عائلتي تربح ومارينا طلعت بيه وما عندها ولا أي معلومة عن العراق ولا عن أي معلومة عامة، انتقدتها قالت انه فضحتونا ما عندكم معلومات. فالثانيه اللي هي مارينا العبيدي اللي طلعت ببرنامج قط احمر قالت عليها انه ريحتها تقتل وريحه اباطها جايفه وما حد يستخدم وراها اللوس بلندر مالتها لانه ركبتها وسخه. لا 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 دقيقه دا افتهم بس ثواني. هسه مينا طلعت قالت مارينا ما عندها معلومات. اي عادي طبيعي موضوع. مارينا ردت عليها قالت لها ريحتش تقتل ويم رقبتش ازرق. والله يابا بحظي ببختي مارينا عايله على مينا انتقدت انتقاد فني بحت. الزراق يم الركبه ما له علاقه بالموضوع. يعني هسه الخال مو ريحه حلقه تقتل من الجقاير. فد يوم حشينا بالموضوع. اي ترى بين يوم ويوم تحكي بالقصه انت. اي مو هو يحب يبوس فتظل اثار البوسه مالته مطولا. وصلت مرحله ما تحتاج تعرف منه متفق وياه، بس تشتم الريحه تعرف هذا مطقوق بوسه راس. اسالوا محسن المندلاوي. قولوا له حبيبي محسن شو اخبارك، مشتاقين شلونك. فما يصير عيني يا مارينا ما عندش خلاف ويا مينا ما يصير تحكين على غير مواضيع، خليش بالمعلومات.